ازيكم عاملين؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. حلقه النهارده او فيديو النهارده ازاي تبقى افضل كطالب حقوق من اول سنه اولى لحد الخريج، لحد ما يكون عندك عامه 60-70 سنه، مش مشكله خالص السن. تمام. اول حاجه هتقرا كتاب كل يوم. على فكره الموضوع مش نظري، بس هيفرق في تفكيرك جدا 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 جدا. انت قرايه الكتاب دي اصلا هتاخد ربع ساعه في اليوم، مش هتاخد اكتر من كده. انت مش هتقرا كتاب كامل، هتقرا مثلا وليكن 5 صفحات 10 صفحات، ايا كان الكتب ايه اللي انت هتقراها، بس هتفيدك. انا برجح في الوقت ده اللي انتوا تقروا كتب في التنميه البشريه، بجد الموضوع بيفرق جدا. ويا ريت ان انتوا تاخدوا فيها كورسات متعمقه، هتسهل عليك التعامل مع الناس كتير، هتسهل عليك في تفكيرك، هتخلي عندك وجهة نظر مختلفة للحياة تماما غير اللي انت متعود عليه. انا برجحها كمان لو الواحد صغير يا ريت يتعلم، بس طبعا بما ان انا بخاطب المجموعة اللي هي بادئه لسه كلية، فده سن مناسب جدا ان انتوا تتعلموا حاجة زي دي. فعلا بتفرق، وفرقت معايا في سنة من السنين وانا خريجة سنة 2008. قريت كتاب الطريق الى النجاح تقريبا للدكتور ابراهيم الفقي. فرق معايا كتير، فرق في تفكيري وفرق في طموحاتي وفرق في تخطيطي للحياة بعد كده. وكانت سبب ان انا في وقتها اعمل ماجستير، ايام ما كان الوقت اصلا ده ما بيقدمش على الماجستير كتير، يعني مش زي دلوقتي خالص. وبعد كده اعمل الدكتوراه وخلافه. المهم ان ده فرق معايا كتير، وممكن ابقى اعمل حلقات عن الكتاب ده. تمام. تاني حاجة، اتعلم كل يوم حاجة جديدة. حاجة جديدة انت بتكون بتحبها تبدأ تتعلمها كل يوم وليكن ربع ساعة. الموضوع ده بيفرق جدا. واهم اسس النجاح الاستمرارية، مش ان انت تعمل الحاجة وتتوقف 10، لا، انت تعمل الحاجة كل يوم بنظام معين، بنمط معين، في وقت معين. هتلاقي نفسك انت في الشهر ده غير الشهر اللي بعده، غير الشهر اللي بعده، غير السنة اللي بعدها. دي حقيقة ومتجربة. تمام. تلعب رياضه. اعتقد ان انتوا عندكم موضوع الجيم ده حاجه بقت كل الناس مداومه عليها دلوقتي، مكانش على ايامنا اصلا الكلام ده، بس بدانا ان احنا ندخل خطوات الرياضه دي مؤخرا. زي ما النمط العام بقى ماشي، فعلا الموضوع بيفرق جدا نفسيا، بيطلع الطاقه السلبيه وبيحسن فعلا التفكير. دي حقيقه. دلوقتي اغلب الناس تسالها تعمل ما تروحش الشغل ولا تروح الجيم، يقول لك لا اروح الجيم وما اروحش الشغل. فعلا لانها بتفرق جدا في النفسيه وفي الجسم طبعا، والصحه والرياضه والحاجات دي. تمام. رابع حاجه بقى، لو عملتها هتكون اصلا من سبب سعادتك في الحياه، ان انت تعمل الحاجه اللي انت المفروض تعملها بدون تاجيل. يعني انت طالب تذاكر، حتى لو هتذاكر كل يوم نص ساعه بس بنظام مستمر كل يوم، ده احساسك ان انت ما عندكش هم، ده هيخليك ان انت سعيد، ان انت انجزت. عايز تجيب انسان في حالة اكتئاب وتطلعه من مرحلة الاكتئاب دي، خليه ينجز شيء هو حاسس بيه ان هو متكتف فيه. مجرد ما يحط رجله على الطريق ويبدأ ينجز، هتحس ان هو سعيد. انتوا جربوها على المستوى السن اللي قدامي، جربوها هتحسوا فعلا بالانجاز. النجاح نفسه يعني الانجاز نفسه نجاح، انت هتحس ان انت لا فرقت جامد جدا. تمام. طبعا اولا قبل كل ده ان احنا نصلي ونقرا قران، ده مش هيجي 10 دقايق على اختلاف دياناتنا بقى، بس طبعا ده اساسي. يعني المساله الروحانيه بتاعت ربنا دي ده مفروغ منه، مش محتاجين ان احنا نتكلم عليه. تمام. في حاجه كمان، لما تقدر تتعلم حاجه جديده هتقدر تنمي فيها وهتقدر تشتغلها بعد كده. كل واحد مختلف عن التاني. في ناس بتحب مثلا الترجمة، فبتتعمق في الترجمة، بتاخدها مصدر ربح ليها بعد كده. في ناس بتحب الكتابة والتأليف، له مصدر ربح برضو. على فكرة الحاجات دي بقت بتتشرى من على المواقع أصلا، يعني في ناس بتشتري مجهودك ده. تمام. في ناس مثلا بتحب الكروشيه، في ناس بتحب الطبخ، في ناس بتحب الرياضة ويبقوا مدربين، في ناس بتاخد كورسات في التغذية عشان يبقوا مدربين تغذية. كل واحد على حسب مجاله، بس أنا فعلا بحب الحاجة اللي انت بتشتغلها اونلاين تكون بتحبها، مش تبقى ملزم بيها وحاسس ان انت مضغوط على نفسك يعني بدون داعي. لا، بجد الحاجة اللي انت تتعلمها وتمتهنها اونلاين، او حتى لو بتنزل تشتغلها بس تشتغلها بحب وبمزاجك، فعلا بيبقى انتاجها رهيب عن اللي انت المفروض تعمله. تمام. لو عملت كل الحاجات دي وانجزت كل الحاجات دي هتحس بفرق شاسع، وجربوه واحنا بدايتنا الاجازة.
استمروا عليه عادي في ايام الدراسة. طبعا هنبقى نحط خطة في اجازة اخر السنة، بس تبقى الاجازة طويلة 4 شهور. هنحط خطة ممكن تغير مجرى حياتك كله. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومحضره لكم فيديوهات كتير هتحبوها بناء عن اللي انتوا طلبتوه. اشوفكم على خير، سلام.